بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في التفريز. في الفيديو السابق فرست معاكم السمبوسة باللحم. اليوم إن شاء الله حسويها بالجبن السائلة. هذا النوع اللي هو اللف مو زي الأول كان اللي هو من ألفت، ولكن هنا اللي هو جاهز سويتز. أحشيها بالجبن وأحط لها الدقيق اللي هي ألصقها من الطرف، وأحطها على طول في العلبة وأقفل عشان ما تجف عليا. أحاول أقص أطرافها عشان تكون شكلها جميل. شوفوا الكمية اللي سويتها تقريبا 100 حبة، وعلى طول أغطيها وفي الفريزر. بدأنا في النوع الثاني الحلو. حطيت علبة قشطة و10 حبات من جبنة الكيري، وحطيت تقريبا ملعقة موية زهر، ملعقة سكر، وملعقة جوز الهند، وأخلطهم جيدا مع بعض. أهرسهم بالشوكة. حطوا اللايك، انزلوا سريع على طول حطوا اللايك، اشتركوا في قناتي، فعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. هنا كما تعودنا في الأرض ألف كل السمبوسة حقتي. جهزت الأشياء كلها على الطاولة حقت الأرض وجلس عليها، وبدأنا نلف السمبوسة الحلوة اللي هي ميني سمبوسة. شوفوا نوعها صغير. أحط حشوة القشطة والجبنة الكيري. طبعا ما دام اني كنت احشي نوعين سمبوسة وكذا ما قدرت اسوي اكل. عيالي كله جابوا وجبات اللي هي البيك السندوتشات، وحطوها قدامي، كل واحد يجي ياخذ وجبته ويمشي. انا ما اكلت الا بعد ما انتهيت من السمبوسة. اشكر جميع الضيوف اللي اشتركوا في قناتي، وجودكم على راسي. اتشرف فيكم، تابعوني دائما. وإن شاء الله تكون قناتي عجباكم. هذه الكمية اللي سويتها، وحسوي معاكم كمان تيست. المالح ما سويت عشان كانوا آكلين وشبعانين، سويت بس الحلو هنا. أخليها تصير أخذ اللون الذهبي. أحط عليها الحليب المركز، وأزينها باللوز البجري المحمص. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.